هذا السؤال على السيد الحسين البخيتي ضيفنا من صنعاء. سمعت ما قاله ضيفنا من لندن وأضيف إليه استيلاء الحوثيين على سيارة البث التابعة لمكتب قناة الجزيرة. هل هذا أيضا من ضمن الرد المناسب على التعرض للقنوات التابعة للحوثيين؟ والله وهنا وعدنا لنفس السؤال التي سألتني من قبل يا أخي. هل سنتحدث عن اليمن؟ هل سنتحدث عن الغارات التي تتم الآن ويتم بها دك بيوت أبناء الشعب اليمني؟ أم أنك سوف تبقى على قولة اليمن حانب لي في قناة الجزيرة؟ لقد أجبتك من قبل يا أخي. أنتم طرف، وما حصل اليوم في الاستوديو عندما طلبوا مني المغادرة قبل أن تنتهي المقابلة من داخل مكتبكم في قطر، هذا أكبر دليل. مع ذلك أخي، نحن هناك عدوان هو الشيء الأهم الآن. هناك تحالف دولي، هناك دول لا تعرف الديمقراطية، هناك دول قامت بحبس شخص لأنه كتب قصيدة، وقامت بجلد شخص بسبب تغريدة، ويريدون أن يعلمون الديمقراطية، ويريدون أن يرينا كيف نعمل العملية السلمية. مكتب الجزيرة في دولة قطر من أكبر ديكتاتوريات العالم، وتأتي لتحدثني وتقول لي لماذا أغلقنا، لماذا عملنا، وأنت تعلم المحاور التي تخوض فيها قناة الجزيرة عن الطائفية والتحريض الذي تم في كل مكان في جميع أقطار العالم بسبب هذه الأموال. حدثني عن ما سألتك عنه، موضوع الاستيلاء على ممتلكات مكتب قناة الجزيرة. هل هذا مسلك يشرف أي قوة سياسية أو أي قوة كما تقول ديمقراطية؟ هل هذا مسلك يشرف يعني؟ أخي أنا بما أنك تسأل وتعيد السؤال وتكرر، سوف أجيبك على ما دائما يستخدموه في هذه الغارات ويستخدمون. طيب أضف إليها الملاحظات التي أبداها السيد البراء شيبان. تحدث عن حبس صحفيين، تحدث عن قمع مظاهرات، تحدث عن تجاوزات بحق وسائل الإعلام داخل صنعاء. تفضل يا أخي. أنت الآن ذكرت ما ذكره عن تجاوزات ضد الآخرين، وأنت كنت دائما ما تصر إلا على الإجابة على قناة الجزيرة. أنا أتحدث عن معركة تدور الآن ضد اليمن. جئت هنا لأتحدث للمملكة العربية السعودية، ولا أتحدث للأعداء، وبالذات للإمارات العربية المتحدة التي كانت تتهم إيران باحتلال جزرها، وهي لا تجرؤ على أن تقوم باستعادتها وترسل الطائرات لضرب الشعب اليمني الذي كان يكنلها كل الاحترام. هذا هو الأساس. يا مجدد أن تتحدث عن الشعب اليمني كما لو كنت ممثلا منتخبا عن هذا الشعب أو ممثلا شرعيا لهذا الشعب، بينما قاطعتك من قبل وذكرت لك أو ذكرتك بأن الممثل الذي يفترض أنه شرعي للشعب اليمني هو الرئيس الذي انتخبه الشعب اليمني، وليس هناك من مؤشر أو وسيلة لقياس توجهات الشعب اليمني سوى صناديق الاقتراع، وأنتم لم تشاركوا أصلا في هذه العملية، فكيف لك أن تتحدث باسم الشعب اليمني؟ على أي حال، شكرا جزيلا لك السيد الحسين البخيتي، الناشط المقرب من جماعة أنصار الله الحوثيين.